علشان نقدر نعيش من قلبنا فعلا محتاجين نصلح أهم حاجة في حياتنا كلها، وهي العلاقات. لأن العلاقات هي اللي بتأثر على حياتنا، على سلوكياتنا، هي اللي بتأثر حتى على استمتاعنا بالحياة. لأن العلاقات مش هنقدر نستغنى عنها أبدا. علاقة الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأولاد، شركاء العمل، الزملاء، أيا كان، طول الوقت في حد معانا في الحياة. بس في منغص رئيسي هو اللي دايما بينغص علينا العلاقات. لأن كل جوه واحد فينا صندوق أسود مليء بظل كبير بياخد حيز من حياتنا، والحيز ده بيخلينا بنتصرف طول الوقت واحنا على الاوتو بايلوت، اكننا بالظبط شغالين على الطيار الآلي. عقلنا الباطن، صندوقنا الاسود، ظلنا، ايا كان المسمى اللي احنا عاوزين نسميه، ولكن هو اللي بيدير 95% من يومنا بدون وعي مننا. فأنا إذا حابب أبدأ أصلح علاقتي سواء أولا بنفسي أو بمن حولي، محتاج أول حاجة أعملها إيه؟ إني أبدأ أنور ولو أجزاء بالتدريج من هذا الجانب المظلم جوايا. لأن طبعا المكان ده مكان محصن مقفول عليه بطبقات كتيرة جوانا. علشان كده بنلاقي إن أكن العقل الباطن ده عبارة عن دهليز عميق بنخش جواه وما نقدرش نوصل لاعماقه الا لو بنفتح طبقه حتى بنسميها عندنا في الايموشنال هيلينج او في التشافي ان احنا بنقشر طبقات البصله. فانا عشان اقدر اعرف انا مشكلتي فين، ربنا سبحانه وتعالى حط لنا ميكانيزم جميل جدا جدا في الحياه يعرفنا ايه اللي جوه الصندوق الاسود بالرغم ان احنا مش عارفين نشوفه. خلينا بنستفز ونحتك ونعمل حاجات خارجية، وأشخاص يجوا في حياتنا يوروا لنا هذا الظل اللي جوانا والجزء المستخبي جوانا بتصرفاتهم وأفعالهم، اللي إحنا في الآخر بنبدأ نعمل تصرفات معينة اللي بتعرفنا إن إحنا فعلا عندنا ظل موجوع أو مجروح أو فيها صدمة أو في أي تعب.